طيب بمناسبة بقى الخناقات والضرب والغيرة، الفنانة المرحومة تحية كاريوكا، أنا سمعت لا مؤاخذة جات لِك بالشبشب في استوديو الأهرام أو استوديو مصر، إمم. لأن أنتِ اسمِك نجوى فؤاد والفنان المرحوم محرم فؤاد، تمام، وهي كانت جاية قالوا له ده مش عارف مع نجوى فؤاد، حصل لخبطة فكّرت إن أنتِ اتجوزتِ الفنان المرحوم محرم فؤاد، فجات عليكِ في التصوير كانت عايزة تضربِك؟ حد يعني أخلاقه مش كويسة، فتان، أي حاجة، زي في البرنامج كده، نَم زي في الكاميرا الخفية. فراح قال لها: "ده جوزِك محرم فؤاد اتجوز بنت عندها مغص كلوي جديدة لسه اسمها نجوى فؤاد." قُلت له: "إزاي؟" أنا بقى كنت في الوقت ده متجوزة أحمد فؤاد حسن، هو بدل ما يقول لها أحمد فؤاد قال لها قال محرم لها فؤاد، محرم فؤاد. اتلخبط. وأنا كنت باعمل فيلم مع محرم فؤاد كان في بلاتو 3 في استوديو الأهرام. استوديو الأهرام فلقيت العمال بيشيلوني بيح ويطلعوني السقف فوق. خايفين عليكِ منها. العمال بيموتوا فيا. إمم. ففي ايه يا جماعه، انا عملت ايه في حاجه؟ ساب والله ولا سباب، ما بعرفش اسرق عشان اسرق حد ولا. لا ده مدام تحيه جايبه لك الشبشب وجايبه هتخلص عليكي النهارده. حرام دي غلبانه، ودي 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 مسكوها وطلعوها بره ومشيت وركبوها عربيتها بس قالوا وطلعت. لها بقى. بعد كده بقى قالوا لها بقى دي مرات احمد فؤاد حسن. آه. مين؟ سوري، الانسان السيء اللي اللي قال لِك كده. قالك ان دي مرات محرم فؤاد، دي ما تعرفش تكلمه كلمتين. بس اللي قال ده كان قاصد والّا غلط في الاسم؟ غلط في الاسم. غلط وبعدين هي ادته فلوس بقى، برافو عليك اللي قلت لي المعلومه دي بقى، معلمه تعالى بقى. أيوه الله يرحمه. فقال لها لازم تقليل يعني لو مش رقبتها. العمال بتوع الإضاءة والمصورين حجبوا الموضوع كانت ضربتِك، كانت ضربتني، كانت خلصت عليا ومش كان والله. زمانِك معايا في البرنامج ده. كل سنة بس كانت وحضرتك ست طيبة. عظيم وانت طيب. طبعًا كانت جدعة و100 راجل. وهي أول إنسانة خلت المجتمع والعائلات المصرية يحترموا الراقصة. الفنانة تحية وهي كاريوكا. إنسانة ثقفت نفسها إمم. وعلمت نفسها ونقلت نفسها من راقصة لممثلة، وأول ممثلة مصرية تاخد جايزة من مهرجان كان في شباب امرأة. النجمة تحية كاريوكا. ربنا طبعا. يرحمها يا رب. فلها طبعًا. تاريخ جميل ولها تاريخ سياسي جميل. تمام. لها حاجات كتير، الباع بتاعها كبير جدا. تيجي نخرج بقى من الجو دوّة عشان أنا في أسئلة تقيلة عليكِ شوية، بس الأول هادخّلِك لفقرة تتبسطي وتضحكي شوية، تمام؟ فقرة مودو. يا مودو، ايه أنت موت. هتنام أنا هالحقك قبل ما تنام على فكرة.